السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على الرسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، يلا نبدأ. بسم الله. معايا هنا حبيب قلبي كيلو لحمة مفرومة وفيها نسبة من الدهن، علشان خاطر الحواوشي بيحب يعني ايه يكون اللحمة المفرومة يبقى فيها دهن. وتعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. عبارة عن بصلتين كبار حلوين كده يا بنات، ضربهم في الكبة، ومعايا فلفلاية حلوة رومي، ومعاهم قرنين فلفل سبايسي حلوين برضو كده. ونقلب كل ده مع بعض. تمام. ومش قادره اقول لكم بقى، اللحمه ساقعه جدا، مانيش عارفه ان انا اقلبها. يعني ايدي حسيت انها اتشلت. والله بجد، يعني ما كنتش مش قادره امسك اللحمه بايدي. هنا معايا حبايب قلبي بهارات حواوشي. معايا من معلقه البابريكا، معايا معلقه صغيره توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، ومعايا كمان حبايب قلبي معلقه من القرفه. بتودي الحواوشي في مكان تاني خالص خالص خالص. اللهم بارك. ومعايا كمان حبايب قلبي الملح، هضيفه دلوقتي برضو. يعني ايه، قلت اقلب كده تقلبتين واضيف الملح. ومعايا كمان من الفلفل الاسود، هضيفه الوقت كنت ناسيه يعني فافتكرته. فخلاص كده يا بنات، الحواوشي كده اعتبر خلاص يعني جهز. يعني ايه خلاص كده، هو ده يعني مفيش اسهل من كده، يعني مش صعب ولا حاجه. وبيبقى احلى يا بنات من اللي بيجي من بره بكتير كتير كتير. انا بقى يا بنات ما بدخلش الحواوشي الفرن خالص، ده هو بس نقطة زيت كده في الطاسة وبيطلع احلى حواوشي ومقرمش وجميل زي ما هتشوفوا في اخر الفيديو. انا اهو ضفت الملح اهوت، كنت انا نسيته، فايه قلت بقى اضيفه بقى كده. الحمد لله ان انا افتكرته قبل ما ايه كنت احشي العيش كده باللحمة وكده. هنا بقى اقلب كويس كده لحد ما البهارات كلها تندمج في بعضها كده مع اللحمه. شفتوا؟ مكنتش قادره بقول لكم انا مش قادره امسك اللحمه خالص. اه والله. لو اه والله انا كنت فعلا فعلا اللحمه كانت ساقعه جدا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، ما تنسيش بقى باللايك الحلو حبيبه قلبي، والكومنت الجميل، والاشتراك لو اول مره تشوفيني عشان يوصلك مني كل ما هو جديد. هنا بقى يا بنات العيش الحواوشي اهوت. طبعا بيجي كده صغنون كده وجميل كده. هنوريكم بقى بيتحشى ازاي وبتفتح ازاي العيش دوت، علشان خاطر له فتحة كده معينة كده. بصوا اهو بيتفتح كده بكل سهولة. بس إيه، لو العيش طازة هيتفتح معاكي بكل سهولة، لو مش طازة بقى هيفرفت معاكي ومش هيتفتح كويس معاكي. بصوا بنات، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا بقى الحواوشي، عايزاكم تدوقوا من ايد الحواوشي. الف هنا على الاكل والف هنا على اللي هيجربها. وعايزاكم كمان تقولي في الكومنتات ايه رايكم، عجبكم يعني يعني عجبكم ولا ما عجبكوش، او ايه رايكم ايه رايكم. انا لسه هنا كده بقى ايه، بحب ان انا املى الرغيف كده لحمه يا بنات. إيه، بحب ان انا كده اديله، يعني اديله يعني ايه، ايوه كده زي ما انتوا شايفين كده حقه في اللحمه، زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. وتبططيها كده لحد ما تبقى سوا واحد كده. واعمل واحده كمان معاكم، هفتح الرغيف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتملي بقى ايه، عايزاكي بقى ايه، عايزه لا ما يبقاش فيه فراغ في الرغيف، ما يبقاش فيه فراغ كده فاضي. انا بحب كده هيبقى عباره عن لحمه مفرومه. انما لو كنت بتجيبيه من بره بقى بيحط لك بصي يعني ايه عينات كده في الرغيف، ما بتلاقيش اللحمه المفرومه يعني في الرغيف كويس. بتلاقي كل الرغيف اصلا فراغات ما فيش فيها لحمه خالص. بصوا بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبحطه بقى على طاسه كده على النار. هتشوفوا معايا خلاص انا خلصت الكميه اهيت كلها اهيت. ورحت بقى عند النار، تعالوا معايا عند النار بقى نشوف هنعمل ايه. طاسه اهوت، هنحط نقطه زيت، ما تكتروش من الزيت ولا حاجه، علشان خاطر اصلا هو بيشم الزيت. العيش اصلا ما بيغيبش في الزيت. تمام يا بنات، زي ما انتوا شايفين كده.
هي الطاسة بقى بتاعتي مش هتاخد الا رغيفين رغيفين، فانا ما بعملش العيش كله مرة واحدة. يعني الكمية اللي انتوا انا اسفة، الكمية اللي انتوا شفتوها دي مش هعملها يعني مرة واحدة كده، انا بعمل بالطلب. مثلا ايه، لو حد بره بيجي بقوم عامله له على طول، انما اسيبه يسقع ويجلد وكده لا، او بيتاكل سخن. الحواوشي بالذات بيتاكل سخن كده. انا كنت قلبته وهقلبه مره تانية برضه، عشان حسيت ان فيه برضه ايه ده، الوش ده ما خدش حقه في السوا يعني في التحمير وكده. فان شاء الله باذن الله. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، وريحته بقى قلب كان هيقع مني. رحت قلب البيت يا بنات، والله العظيم جميل جدا جدا جدا. بابايا كان عندي بقى، فقلت بقى ايه هعمل له بقى كده علشان هو بيحب طبيخي وبيحب اكلي. وزي ما شايفين كده شكله جميل يا بنات والله العظيم. بصوا ريحته كانت قلب البيت. وما تنسونيش باللايك الحلو. اشكركم جدا جدا لدعمكم ليا، ربنا يجزيكم كل خير. بصوا هنا بقى انا بقسمه نصين اهوت عشان اوريكم برضو اللحمه المفرومه مستويه من جوه ازاي. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. بصوا بقى لو معايا هتشموا الريحه، اكيد الريحه واصله لكم. وبعدين هنا عملت بقى ايه فانت برتقان وبيبسي زي ما انتوا شايفين كده، والزيتونيه وقعت هحط غيرها مفيش مشكله. وشفتوا هنا، شفتوا الجمال، لا وبيقرمش بقى وايه، تحفه تحفه يا بنات. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى، تعالوا، مش هينفع ان انتوا ما تاكلوش من الحواوشي بتاعي. ايه رايكم؟ قولوا بقى في الكومنتات ايه رايكم. كده الفيديو معايا خلص يا بنات. هنا بقى همسك لكم واحد، ايوه بقول لكم هنا ناشف ازاي، مش طري ولا حاجه، وناشف جميل ومش شارب زيت. والله اكبر واللهم بارك. الف هنا وشفا على كل اللي اكل منه. واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله. مع السلامة حبايب قلبي، باي باي.